عملت فطاير الطاسة من غير فرن بعجينة هشة وقطنية. حشيتها ب3 حشوات وكلهم ألذ من بعض. هتنفعكوا في الفطار أو الغدا أو العشاء أو حتى كمان لو حطيناها للولاد في لانش بوكس، سهلة ولذيذة وسريعة. تعالوا أقولكوا عملتها ازاي. استخدمت 4 كوبايات من الدقيق متعدل الاستخدام، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من بيكنج باودر، معلقتين كبار من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح. قلبت كل المواد الجافة مع بعض وضفت عليهم 1.5 كوباية من المية الدافية. بعد كده آخر حاجة ضفتها 1/4 كوباية من الزيت. عجنتهم في العجان، وممكن كمان كده تعجنوهم بإيديكوا عادي خالص. وبعد ما شكلت عجينة طرية كده خليتها تخمر لمدة ساعة ونص. أثناء ما هي بتخمر جهزت الحشوات. أول حشوة كانت لحمة مفرومة معصجة بالبصل وعليها جبنة موتزاريلا. الحشوة التانية كانت عبارة عن جبنة فيتا وعليها جبنة موتزاريلا وجبنة رومي مبشورة. وكان عندي كام شريحة من التركي المدخن قطعتهم كمان وحطيتها عليهم. ممكن تلعبوا في الحشوات قد ما تقدروا براحتكم. تالت حشوة كانت عبارة عن فراخ مفرومة وعصقتها بالثوم والبصل وحطيت عليها شوية برضو من الجبنة الموتزاريلا. وكده الحشوات خلاص بقت جاهزة. بعد ساعة ونص العجينة هتتضاعف حجمها وتخمر بالشكل ده. أنا هنا عملتها تخمير 3 مرات، دي كانت أول مرة. تاني مرة بعد ما شكلها كور صغيرة. شكلتها كور صغيرة على قد ما أقدر كده، خليتها قد بعضها وحطيتها على جنب على دقيق طبعا علشان ما تلزقش، وغطيتها وخليتها تخمر للمرة التانية. بس المرة دي هتكون نص ساعة بس. وبعد النص ساعة هتلاقوا إن الكور دي كمان تضاعف حجمها. ابتديت بقى إن أنا أحشيهم. حشوها طريقة سهلة جدا، العجينة أصلا طرية وفلافي وهتحبوها جدا. عملت فيها تجويف وابتديت إن أنا أحط الحشوة فيها ونقفلها بالطريقة دي، إيد بتضغط على الحشوة والإيد التانية بتقفل في العجينة. نخلي بالنا بس ما نخليش الحشوة تخرج بره علشان واحنا بنسويها ما تتحرقش. بعد ما اقفلها كده زي ما انتوا شايفين هكورها تاني واخليها شكل كورة مقفولة، واتأكد تماما ان الحشو كله متغطي بالعجينة. وبعد ما حشيت كل الكمية هخليها بقى تخمر للمرة الأخيرة، وهسيبها برضو نص ساعة متغطية على جنب. واحنا بنسويها هناخد من أول واحدة عملناها لآخر واحدة، على أساس إن احنا نخليها تخمر كده براحتها وناخد اللي خمر في الأول. في طاسة بقى واسعة على النار، على نار متوسطة، رشيت رشة من الزيت وبدأت إن أنا آخد أول قطعة عملناها وأضغط عليها كده وأشكلها شكل دائري. ونخلي بالنا واحنا بنضغط بس عشان الحشو ما يخرجش بره. هنا أنا بخلي الحشو يتفرد في العجينة وتاخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هرص بقى كل واحدة عملتها بنفس الطريقة دي في الطاسة واخليها على نار متوسطة خالص، وهغطيها كمان. بعد 3 ل4 دقايق على نار هادية هبتدي ان انا اقلبها على الناحية التانية واتأكد ان هي استوت تماما. وما تقلقوش، الحواف البيضة دي مستوية برضو زي العيش بالظبط، والحشوة جوه مستوية اوريدي، والجبنة كمان ساحت وطلع معايا بيرفكت. سويت كل الكمية بقى وبقت معايا جاهزة زي ما انتوا شايفين كده، تقدروا كمان تحطوها في الفريزر لو حابين. شكلها كيوت وطعمها يجنن. جربوها بطريقتي وانجوي.